السلام عليكم ورحمة الله متابعينا. أنا كنشكرك على الناس اللي دخلت القناة اشتركت معنا، كنشكرهم وشاركونا وشاركوا القناة ديالنا. اليوم أنا نضحك عليا كالعادة أنا ملي جيت مصر عمال جوزي بيضحك عليا، كل ما اتكلم جوزي بيضحك عليا، كل ما اتكلم جوزي بيضحك عليا. ليه طيب؟ انت عايزه نفسي في التين، نزلت جبت لها تين من مصيف اهو، مصيف جمصة يا جماعه. لقيت 30 انا جبت تين اهو. ده مش تين يا جماعه، ردوا عليا، ده تين ولا مش تين؟ المصريين يردوا. انا عارفه التين، انا عارفه الباكور. عارفه الباكور؟ الباكور عندهم اسمه تين. احنا كنقولوا لي التين اسمه باكور. شايفين هي هكا لونها هكا مفتوحه من الجناب، مفتوحه من هنا. ايوه ملي سالت قلت لي شنو هذا، قال لي ملي قررته قال لي تين ومصمم انه تين. لا مش تين. طب دوقي. لا احنا شوف ما تقولش هي تين، احنا كنا نزرعوا التين عندنا. يعني ده مش موجود عندكم؟ لا احنا كنزرعوا التين. لا والدي الله يرحمه كان يزرع التين. يعني انا مش التين عارفاه مزيان. ملي قررته قال لي يا قميز حاجه اسمها قميز راه هو الشكل التين، ولكن مش طعم التين ابدا. واش طعم؟ فيه الحلوه واحده حلوه وفيه اللي مش حلوه، فيه اللي مع بس مش التين ابدا. زمان يقول لك ايه؟ ده التدخين زي الجميز تدخين على الفاضي. صحيح، لان شجره الجميز يا جماعه شجره الجدر بتاعها بقى له 40 50 سنه. وفي السريه، وتقعد بقى طول السنه تشرب ميه وتدخن وتاكل شجره الجميز وما تطرحش الاسبوعين دول، شويه الجميز دول، وبقيت السنه اخضر. هو حد يجيب جميز اخضر وحش طعمه سيء جدا، انما النميل بيبقى مستوي يروح واقع، يروح نازل من على الشجره بالعنقود بتاعه، يروح نازل كده، يروحوا لمينه من الارض على طول وبايعينه. يعني دي اهي كل ما بتستوي يتفتح كده، يروح داخله النحله شربه من ايه؟ من عسل. شربت العسل كله. خلي بالكم لو هي ما فيهاش عسل مش هتفتتح، فالنحله مش هتجيها. بصوا يعني الشجره ما عندناش احنا في المغرب. وممكن ناس يا جماعه مصريين ما يعرفوش يعني ايه الجميز. الشجره ما عندناش احنا في المغرب. لا في ناس في مصر، الناس اللي قاعدين حته الراقيه ما يعرفوش. شجره الجميز احنا ما عندناش، زي شجره الارجال اللي عندنا احنا في المغرب، ما كتلقايهاش في اي بلاد اخرى الا في المغرب. هي الشجره عندهم الجميز انا ما عندناش احنا في المغرب. انا عايز اكل واحده محسله عشان اقول. بس في منهم معسل، في منها معسل. تين احسن منها بكثير. هي فيها لحم بس ما فيهاش طعم، هنقولها لكم. لا في انت وحظك. المغربي انت قلتي راسك واحد يجيب لك التين، يقول لك انا جبت لك التين، يجيب لك قميز، وراه مش رخيص، راه غالي، وراه ب 20 كيلو. نعم يعني خدينا ب 20. زمان يا جماعه كان قرطاس الجميز، الراجل يمشي على البحر كده عايمين عندنا قرطاس، يديله بتعريف يا قرش ساكت، يديك قرطاس مليان كده. بس يمكن هو في فايده كمان، احنا في فايده احنا ما عارفين. اكيد في شي فايده احنا ما عارفينهاش. والله. اللي بيطلع في وقت قليل بيخلص. انا هذا نسميه التين الباسل، يعني ما محلوش. مش ولا واحده كانت حلوه، اول واحده مش حلوه، الباقي كله ماسك، بس حلو برضه. ممكن ده رايك يتعمل مربى. خصك تحط سكر قد كده. نقول ايه؟ مربى الجميز. مربى الجميز مش مربى التين. خصك تحط سكر قد كده. الا لقاء في فاكهه جديده وفسحه جديده. ايوه نضحك بيها عليها، عشان ما كانتش عارفه احنا جايين فين النهارده. احنا النهارده في جمصه، او اكله جديده. جمصه مدينه ساحليه صيفيه، او اكله جديده، او اكله مصريه، او اكله مغربيه. انتم ساعدونا بس باللايك وباشتراك في القناه. الله يجازيكم بخير.